السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العجة المصرية طبعا من الأكلات اللي تقريبا كلنا بنحبها، وبتبقى كمان فيها كل المكونات من الخضار اللي الولاد يعني ممكن ساعات ما يحبوهاش، بنحطها لهم فيها. هعملها النهاردة إن شاء الله وهتعجبكم جدا بإذن الله. هقول لكم بسرعة كده على المقادير والحاجات اللي هنحطها فيها. هنا حبايتين من البطاطس مقطعاهم مكعبات صغيرة وسلقاهم بسيط علشان تبقى سهلة معانا، وبعدين حاطه لها بقى كزبرة وبقدونس شبت الخضرة بتاعتنا، حاطه 3 بيضات، بصلاية كبيرة، ومكعبات طماطم وفلفل حامي وممكن بداله فلفل ألوان، معلقتين من اللبن البودر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وحاطين بقى التوابل بتاعتنا: بابريكا، كركم، قرفة، فلفل أسمر وملح. وهنا بقى الحاجة الإضافي لو انتوا حابينها: جبنة موتزاريلا وقطعة زبدة هحطها عشان أنا هشوح البصل الأول، ونص كوباية من اللبن. بص بقى على النار هنحط شوية من الزيت في الطاسة عشان هدي شوية البصل تشويحة، وهحط لها قطعة الزبدة، وهحط البصل بقى، وهديله تشويحة بسيطة. بيدي طعم حلو جدا للعجة لما بنعمله بالطريقة دي. والبطاطس لو احنا مش سالقينها بنقطعها مكعبات صغيرة برضو، وأول ما البصل يبدأ يتشوح كده ويدي لون أصفر فاتح بنحط المكعبات بتاعة البطاطس معاه علشان تاخد سوا بدل السلق يعني. بس لو احنا بقى مستعجلين بنسلق البطاطس وتبقى على طول الحاجات دي جاهزة بالنسبة لنا. بصوا بقى انا مش عايزاها تبقى تحمر، هي يا دوبك خلاص انا دبلتها، بس هرش لها بس رشه من الفلفل عشان بيظهر النكهه بتاعت البصل، رشه بسيطه كده من الفلفل. ممكن رشه برضو من الكركم، البابريكا، عشان بتدي نكهه حلوه، وفي نفس الوقت هي هنحط لها بقيه التوابل دي عليها. هي خلاص خلصت بقى، هنجيب البطاطس بتاعتنا وهنضيفها للبصل وعلى طول هنشتغل فيه. بس بقى هنضيف الطماطم وهديها تقليبه، والبطاطس نقلب بقى ده كده كله مع بعض. انا هحط طبعا ملح معاكم، فهجيب بقى نحضر البوله بتاعتنا، وهحط البيض، وهنحط اللبن. هحط بس جزء كده من اللبن واللبن البودر، وهديهم تقليبه. وهحط بقى ايه، كوبايه واحده كده من الدقيق. انا هحط بالفنجان ده مرتين من الدقيق كده، وهحط البيكنج باودر برضو، هقلب مع اللبن كده شويه، واديناهم تقليبه بقى كده مع بعض. وهنجيب بقى الخليط بتاع البطاطس اللي احنا عملناه مع البصل، هنرجع بقى نحطه كده مع الخليط اللي احنا عملناه، وهنحط بقى الفلفل. خلي بالنا بقى لان الفلفل ده حامي، ممكن بداله بقى فلفل الوان لو في اطفال عندنا. التوابل مع الملح، وهحط بقى الخضره. طبعا هنحط الجبنه الموتزاريلا عشان بتديها طعم حلو جدا. ممكن على فكره نستغنى عنها ما نحطهاش، يعني دي اضافي، لو مفيش مش هنحطها، او نحط جنبها مثلا شريحتين من الجبنه الرومي او الشيدر، اي جبنه بتحبوها، بس هي بصراحه بتدي نكهه حلوه جدا للعجة. بص بقى هحضر الصينيه اللي احنا هنعمل فيها النهارده، هعمله في البايركس عشان بتدي شكل حلو للعجة. برضو ممكن اي صينيه، بس برضو لو صينيه تانية مثلا عندنا المونيوم او حاجه بنبطنها بعد ما ندهنها بالزيت او السمنه، بنبطنها بالدقيق. هنحط بقى فيها الخليط، وبرضو بنبقى مشغلين الفرن قبل ما نبدا نشتغل في العجه، بنعملها زي الكيك بالظبط. النهارده هعملها على 200 درجه، لو انتوا بقى الفرن كل واحد حسب ما بيختلف معاه درجات الحراره. بصوا بقى، حلوه جدا، بصوا جميله، تسويتها كمان حلوه قوي.
جربوها بقى ان شاء الله. الاكله دي بصراحه بتبقى من الاكلات الجميله، وفي نفس الوقت ممكن تحطوا فيها اي نوع من انواع الخضار اللي انتوا بتحبوه. ممكن كمان يتحط فيها كوسه، بتبقى حلوه جدا. اكله خفيفه وسهله جدا، وفي نفس الوقت ممكن اخر الاسبوع نعملها، اخر الشهر. بصراحه من الاكلات الموفره، وكمان طعمها حلو جدا. ان شاء الله تعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.